نبدا بالقصه الشخصيه بتاعتي مع الاستغفار. انا بديت الاستغفار 2023، وبديته لمده ما اعرف شهرين 3 شهور. وسبحان الله، من اول 13 يوم جاني الغيث بتاع الاستغفار، الا وهو اول الغيث غطره جاتني $6000. من حيث لا احتسب، اقسم بالله العظيم ال $6000 من حيث لا احتسب جات، يعني في وقت انا فعلا كنت محتاج لذلك المبلغ يعني. ولا يعني انا الاستغفار بديته لسه زي ما قلت 13 يوم. الكلام ده في رمضان الفات، بعد رمضان الفات شهر 4 الفات، يعني اولموست سنه دلوقتي، تقريبا سنه. وبعد ذاك بديت بعد رمضان فات بديت سوره البقره 4 مرات، بديت الاستغفار. وطبعا في ناس كثيره ممكن تقول لك ليه سوره البقره 4 مرات وليه الاستغفار باعداد كبيره. انا طبعا انا شفت الغلبه بتاعت واحد اخ فلسطيني اسمه محمد حجازي. خلي لكم الرابط بتاع قناه الرجل هذا ان شاء الله في هذا الفيديو. اتمنى الناس تسمع ليه تتابعه، لانه الراجل ده نحسب على خير ان شاء الله. يعني بصراحه ساعد الاف الناس في انها كيف تعرف الطريق بتاع الاستغفار وترجع على الطريق بتاع ربنا سبحانه وتعالى بحاجات عمليه وخطوات عمليه وخطوات مرئيه. يعني احنا بنتكلم كلام يعني كلام بس قصص بتاع السابقين وقصص بتاع الصحابه ورسل وخلاص يعني. لا، احنا بنتكلم عن قصص واقعيه بتاعت ناس في هذا الزمن عايشين معانا وعايشين نفس المشاكل اللي احنا عايشينها انا وانت، التزموا الاستغفار والتزموا سوره البقره وحياتهم اتغيرت. فانا كثير من الناس بنصح الناس بسوره البقره، بالذات الناس اللي عندها مشاكل بتاع الشهوات، مشاكل بتاعت اباحيات، مشاكل بتاعت غض بصر، مشاكل بتاع يعني هذه المشاكل. سوره البقره بتنظف جميع الشهوات وبتنظف جميع المشاكل بتاعت الاباحيات وهذه المشاكل. فانا تكلمت كثير وبنصح كثير من الاخوان والاخوات انه لو اي انسان عنده مشكله يلتزم سوره البقره، وبالتالي يلتزم الاستغفار. يعني انا زي ما قلت في 13 يوم اقسم بالله العظيم جاتني 6000، ولم اكن يعني اتوقع انها حتجي. وكنت الاستغفار بلتزمه يعني بعمل 20 30 25 الف في اليوم. ده في الاول 13 يوم. بعدها مسكت الصلاه الابراهيميه، وان شاء الله حنتكلم عن ماذا وجدت من الصلاه الابراهيميه في فيديو قادم ان شاء الله. بس دلوقتي خلينا في الاستغفار. وربنا سبحانه وتعالى زي ما قال في سوره نوح: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. فدي صوره، يعني دي الصوره دي كل الكثير يعرفها. ولو بحثت في الانترنت ده ملان قصص بتاع المستغفرين. فانا ما اعرف انت ليه معطل نفسك. انا ما اعرف الاخت المريضه والاخ المريضه والاخ اللي عنده مشكله بتاعت اباحيات، والاخ المفلس اللي عنده مشكله بتاعت مثلا ديون مغطيه. وكلنا عندنا ديون وكلنا ناس مفلسين يعني، وكلنا ناس نطلب من ربنا سبحانه وتعالى انه يوسع علينا ويوسع في ارزاقنا. فلماذا لا نتجه احنا للاستغفار؟ ما عن طريق التجربه، عن طريق اليقين. لانك انت حتى لو استغفرت وما لقيت، ما تمنيت يعني، ما لقيت المبلغ اللي انت عايزه، يا اخي بمغفره للذنوب ربنا سبحانه يغفر لك ذنوبك. انت عايز اكتر شنو اكتر؟ انت عايز شنو اكتر منه ربنا يغفر لك الذنب بتاعك اللي انت اصلا مثقل عليك وخلي الابواب كلها مقفوله في وجهك يعني. بما انه فعلا لو التزمت بالاستغفار حتلقى الثمره بتاعت الاستغفار وحتلقى نتائج الاستغفار. وزي ما قلت اتمنى الناس تتابع قناه الاخ محمد حجازي. هذا الرجل يعني نحسبه على خير والله العظيم. يعني القصص التي يعني تسمع في القناه بتاعته لا تعد ولا تحصى. كل قصص ناس زي بحالي وبحالك، ناس كده يعني من امثالنا ومن اشكالنا، انها كانت بعيده عن ربنا سبحانه وتعالى وتشتكي من مشاكل لا عد لها ولا يعني احصاء لها، والحمد لله تغيرت حالتها يعني. ف والاستغفار جميل بجميع انواعه، حاجه جميله جدا. بس الاستغفار في الاسحار يعني هذا من الحاجات اللي انا بنصح المستغفرين بالاسحار. ربنا سبحانه وتعالى في سوره ال عمران قال: والمستغفرين بالاسحار، يعني وقت السحر ده من الاوقات الجميله انه الواحد يستغفر فيها. بس يعني انت يومك كله المفروض يكون مشغول بالاستغفار. زي ما قلت يكون عندك واحده من الاسلحه الالكترونيه هذه في صباعك، واليوم كله اشغل نفسك بالاستغفار. خلي يومك كله بين الاستغفار وبين سوره البقره عشان تشوف انت كيف حالك حيتغير وكيف امورك حتهدى. اللخبطه الموجوده في حياتك والابساط الداون الحياه الماخذاك كله في كل اتجاه، بسوره البقره وبالاستغفار حتنظم الحياه دي، حتترتب الحياه وقليلا قليلا ان شاء الله ستفرج وستفتح لك الابواب باذن الله عز وجل. لا اريد ان اطيل في هذا الفيديو. الاستغفار منجاه. يعني احنا في الزمن اللي احنا فيه ده ما في حاجه بتنجيك الا الاستغفار. وانا القصه اللي ذكرتها موجوده في سوره البقره. ماذا وجدت في سوره البقره في 13 يوم مع الاستغفار موجوده في القناه. ممكن كل الناس ترجع تشوف القصه كامله
بس يعني دي قصه شخصيه حصلت لي، والحمد لله انا لسه مداوم على الاستغفار. انا وقفت زي ما قلت في الاستغفار، بديت صلاه ابراهيميه، وفي فيديو ان شاء الله قادم حاشرح ماذا وجدت من الصلاه الابراهيميه ان شاء الله. والاستغفار دلوقتي انا رجعت الاستغفار ثاني باعداد كبيره، وان شاء الله ربنا يثبتنا ويثبتكم. ويا اخوان ويا اخوات، الاستغفار ثم الاستغفار ثم الاستغفار، وستجد العجب العجاب، وستتغير حالك ان شاء الله. الى هنا نقف، والى فيديو اخر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والى فيديو اخر وحلقه اخرى، والسلام عليكم.